أنت بتبني product B2B أو business to business product، اسأل نفسك سؤال، هو الproduct بتاعي ده ممكن يتباع في إيميلات؟ يعني إيه؟ يعني هل ممكن مدير في شركة يبعت لمديره أو يبعت لزميله أو يبعت لإدارة تانية ويقول لهم استخدموا الproduct ده هيحل لنا المشكلة الفلانية، أو زميل ييجي يقول الproduct الفلاني أنا استخدمته في شركتي السابقة ونقدر نستخدمه في المشروع ده وهيحل لنا مشاكل معينة أو هيسهل علينا الدنيا. ده مهم جدًا وأنت بتبني أي product B2B. ليه؟ لأن نمو أغلب البرودكتس أو المنتجات الB2B جاي من إنه البرودكت يدخل في نقاش حقيقي بين المستخدمين الحقيقيين، الناس المشتركة في نفس الpain أو مشتركة في نفس الdomain أو الصناعة. طيب مثال على كده Slack هي من أكتر الشركات في وجهة نظري اللي نجحت إن هي تعمل product B2B وسهل استخدامه وواضح جدًا، وانتشاره جه عن طريق إنه شركة قالت لشركة إحنا بنستخدم Slack، أو قائد فريق استخدمه مع أعضاء الفريق اللي معاه وهكذا. طيب إزاي ممكن نعمل ده في الB2B product اللي إحنا بنبنيه؟ أول حاجة خليك واضح في حل المشكلة، ما تفكرش إنك تبيع الفيتشرز نفسها، بيع القيمة أو الفاليو من ورا الفيتشرز دي. حل مشكلة، وفر وقت، وفر تكلفة، سهل عملية معينة أو فانكشن معينة بيعملوها. تاني حاجة خلي المنتج سهل وواضح في التجربة بتاعته، الناس ما عندهاش وقت تسمع شرح أو تتفرج على توتوريالز. خلي البرودكت سهل وواضح للأونبوردنج، مش محتاج ديموز كتيرة. وأخيرا افتكر دايما إنه البي تو بي برودكت النمو بيحصل مش من الإعلانات، النمو بيحصل من إنه يتشارك ما بين الدايرة أو الفئة المشتركة في نفس البيت.